ومن ثم يكون الحديث عن الفتنة الكبرى، ألا وهي فتنة فرقة المسلمين، فرقة الأمة المحمدية وتشرذمها كما تشاهدون وكما ترون يا عباد الله. هذه الفرقة أدت إلى ما نشاهده من مآس وأحزان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبأنا، وهذا علم من أعلام نبوته، في الحديث الذي رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الألباني: اسمع يرحمني وإياك الله بآذان قلبك. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث يظهر لنا جانبا كبيرا مما نعايشه في هذا الزمان فيما يتعلق بالأمراء والحكام، فيما يتعلق بالساسة ورجال الإعلام. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوات خداعات. كيف ذلك يا رسول الله؟ يصدق فيها الكاذب، يتم الترويج للأكاذيب والأباطيل لتجعل الحرام حلالا وتجعل الحلال حراما. يتم الترويج لقلب الموازين والقيم والمفاهيم والثوابت. هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. انظر ارحمني وإياك الله إلى ما يجري حولنا، كيف هو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقودنا مباشرة إلى الحديث عما يسمى بصفقة القرن. هذا الزمان الذي نعيش فيه يسعى هؤلاء الكذابون الدجالون الخائنون إلى قلب المفاهيم والموازين وإلى تغيير الثوابت. سمعنا جميعا عن ما يسمى بصفقة القرن، وعن الاجتماع الذي كان في البحرين في المنامة، مؤتمر الخزي والندامة والعار والخيانة. هؤلاء يحدثوننا عن صفقة القرن. ما المراد بصفقة القرن؟ يتحدثون عن تسوية قديمة جديدة، بل هي تصفية للقضية الفلسطينية وقضية القدس والأقصى. بادئ ذي بدء نقول لهؤلاء المتآمرين وللخائنين وللدجالين ولسحرتهم في إعلامهم المزيف إن قضية فلسطين والقدس والأقصى ما كانت يوما من الأيام قضية مادية أو اقتصادية أو سياسية بالدرجة الأولى. لا، هم يحاولون أن يعزلوا القضية الفلسطينية، الأرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض القدس والمسرى والمسجد الأقصى، يحاولون سلخها وعزلها عن بعدها العقائدي، عن أنها قضية الأمة الإسلامية جمعاء، وأنها قضية العرب والمسلمين الأولى. يحاولون أن يجعلوها مجرد خلاف أو صراع
يتم حله بمزاد علني، والمبلغ فيه 50 مليار دولار توزع على هؤلاء. ويا ليت شعري لو رأيتم كيف جلس هؤلاء مع صهري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مع اليهودي الصهيوني مهندس مشروع صفقة القرن، جلسوا كقطيع الغنم بين يدي الذئب، جلسوا كالخدام بين يدي سيدهم يوزع عليهم الأوامر والتعليمات. هكذا هو الواقع. يريدون أن يحولوا الأمر إلى مجرد قضية مالية تحسم، ونحن نقول بملء أفواهنا إن القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية بالدرجة الأولى، تخص الإسلام والمسلمين والعرب حيثما حلوا وحيثما وجدوا. ولن يستطيع هؤلاء الدجاجلة أصحاب السمو والفخامة والجلالة، هؤلاء لن يستطيعوا أن يغيروا كتاب الله، لن يستطيعوا أن يغيروا سنة رسول الله، لن يستطيعوا أن ينتزعوا عقيدة المسلمين من قلوبهم وصدورهم. هذه القلوب التي تنبض بحب الله وحب رسول الله، هذه الشرايين التي يسري فيها حب القدس وحب الأقصى، وكيف لا يسري فيها حب القدس والأقصى، والقدس والأقصى آية في كتاب الله، أحاديث صحيحة في سنة رسول الله، عقيدة ندين بها لله رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم يا عباد الله، في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: وأين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن الحديث عن صفقة القرن ما هو إلا وهم وسراب، ونقول لهؤلاء أصحاب الجلالة والسمو والفخامة: لم تكن فلسطين يوما من الأيام بقدسها وبمسجدها الأقصى المبارك تركة وميراثا خلفه لكم آباؤكم وأجدادكم لتبيعوه بأبخس الأثمان في مزاد علني. يا أصحاب السمو والفخامة، انظروا مليا إلى الواقع المعيش. يا من خنتم الله والرسول، يا من خنتم الأمة، يا من خنتم شعوبكم، يا من تواطأتم مع أعداء الأمة والدين، يا من أرقتم دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اعلموا أن مصيركم إلى مزابل التاريخ. اعلموا أن الأمة وأن الشعوب المسلمة ستطأكم بأقدامها. وانظروا إلى مصير طاغية ليبيا ومجرم اليمن، وتأملوا تلك المشاهد مليا كيف كانت نهايتهم. من هنا، من مدينة يافا، من الأرض المقدسة، من أكناف بيت المقدس، من الداخل الفلسطيني، نقول لكم أيها المجرمون أنتم وأسيادكم إن الإسلام باق،
وإن المسجد الأقصى باق، وإن القضية الفلسطينية باقية، وإن حق العودة باق. وأما ظلمكم وتجبركم وعدوانكم فهو إلى زوال إن شاء الله. يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا.